السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو جديد عنوانه المعادلات من الدرجه، احنا نقراو المعادلات من الدرجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. المهم باذن الله راح تفرز حكايه المعادلات باذن الله فرزه مش نورمال. اليوم راح نفرزك الفرزه الواعره كما يقولوها. شوف ليكيب، اول حاجه ليكيب لكان مش متفرج الفيديوهات اللي قبل تاع التحليل والنشر والتبسيط، حاول تتفرجهم صديقي باش تعرف واش راني ندير. اذا فاهمهم ليكيب ولا صديقي ولا متفرج من قبل تبع معي راح تستفيد استفاده مش نورمال وخير عظيم. ليكيب نبداو في درسنا، ما نطولوش في الفيديو كما قلنا. اول حاجه ليكيب واش معناتها معادله، فكنا نمسحو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه واش معناتها معادله؟ المعادله يا ليكيب هو راح يجيب لك عباره تساوي عبارة. هذه المعادلة. باش نقولوا معادلة لازم تكون عندي عبارة مساواة عبارة دوزيام، عبارة ان مساواة عبارة دوزيام. هذه المعادلة. قادر تكون لك العبارة الأولى عدد وهنا رقم. قادر يكون هنا اكس يكون هنا 6. قادر يكون مثلا عبارة مثلا اكس مربع زائد اكس زائد 3 تساوي 0 تساوي 5 تساوي عبارة أخرى بالاكس مربع زائد اكس زائد 3. المهم باش المساواة هذه المعادلة هذه هي عبارة تساوي عبارة. ذاتس اول، ما تحاولش تكسر راسك. المهم ليكيب الان نروحوا لانواع المعادلات. ما كانش حاجه اسمها انواع المعادلات، كاين جماعه يقول لك انواع المعادلات، ما كانش حاجه اسمها انواع المعادلات. شوف ليكيب راح يجيب لك هو معادله ديما تطرقوا يا اخي، قريتو دوزيام اني وقريتو بريمير اني، يعني حاجه مش جديده عليكم هذه. يقول لك حل كاين، شوف كاين حل معادله من الدرجه الاولى، حل معادله من الدرجه الثانيه الثالثه الرابعه. المهم كيفاش تعرف اول حاجه درجه، لازم كيفاش نعرفوا واش من معادله معايا. رانا في واش من معادله. واش دير؟ تشوف درجه اكبر درجه للمجهول اللي عندك. كيفاش؟ راح يجيب لك معادله من الشكل هذا، مثلا اكس اس ان بلس 1 زائد سي اكس اس ان زائد دي ايكوال ولا يساوي ام عدد. ليكيف باش تقول هذه المعادله من اي درجه، تشوف اكبر درجه عندي في المعادله تاعي. اكبر درجه هي ان بلس 1. اذا المعادله من الدرجه ان بلس 1. كون جبت هنا 3 المعادله من الدرجه 3 وكماشي. تشوف باش تحدد درجه المعادله لازم تشوف اكبر اس عندك، وانا قلنا درس الاسس من قبل. الان ليكيف كيفاش راح تجيلك المعادله نتاع؟ عندها الكثير من اشكال المعادله باش تجيك. المهم شوف، او كاين فرق. شوف كل معادله كل درجه تاع معادله عندها طريقه حل بها. مثلا معادله من الدرجه الاولى تجي من الشكل هذا اكس. اصبر دقيقه هذا ستيلو يمشي. شوفوا ترى هذا يمشي يمشي. شوف باش كل درجه كل معادله كل ما تطلع في درجه كل ما تعود عندك طريقه حل جديده. مثلا هنا كي تجي لك معادله من الدرجه الاولى اكس زائد بي يساوي 0، هذه عندها طريقه. واكس مربع زائد بي اكس زائد سي هذه كيف عندها طريقه اللي هي تحل بالمميز دلتا. وكي تجي لك من الشكل اكس مكعب زائد بي اكس مربع زائد سي اكس زائد دي كيف هذه عندها طريقه. يا اما ديرها من الشكل قوس في قوس، ديرها من شكل قوس مثلا قوس من الدرجه الاولى فوق قوس من الدرجه الثانيه. تولي ديرها من الشكل هكذا، مثلا اكس زائد بي اكزومبل خفيف فوا سي اكس مربع زائد دي اكس زائد كا مثلا. تولي ديرها من الشكل هذا وتولي تحل المعادله هذه وحدها وتحل هذه المعادله وحدها. المهم الهدف من هذا كامل هو انه من المعادلات هو انه نلقوا الحل اللي يحقق لي انه هذه العباره تساوي العباره هذه. نلقوا الحل واش هو اكس، نلقوا المجهول اكس اللي يحقق لي هذه المساواه. الهدف كامل نلقوا الحلول تاعنا ليزيكس اكس 1 اكس 2 الى اخره. المهم نلقوا ليزيكس تاعنا اللي يحققوا لي هذه المعادله ولا هذه المساواه. الان ليكيب حاولت نعطيكم بركه نظره شامله على درس المعادلات. الان نبداو واحده نحكيك عن معادله من الدرجه الاولى ومعادله من الدرجه الثانيه. شوف ليكيب معادله من الدرجه الاولى راح تجيلك على الكثير من الاشكال. قادره تجيلك من الشكل هذا اكس زائد بي يساوي 0. قادره تجيلك من الشكل اكس زائد بي يساوي سي اكس زائد دي، هذه حال. قادره تجيلك من الشكل
اكس زائد بي على دي على سي يساوي دي. عادي جدا. المهم المعادلة من الدرجة الأولى لازم يكون الأس تاع أكبر مجهول عندك هو إكس أس واحد. سي بون ليكيب مفروغ منها، وكل واحدة عندها طريقة تاع حل. المهم ليكيب لازم نوصل في الأخير. أنا في الأخير في الخدمة تاعي كامل دوك نفهمك. عندك يجيك من الشكل هذا إكس زائد بي يساوي صفر. واش دير؟ تروح دير إكس، نحن نحوسوا على الإكس. الهدف تاعنا انه نلقوا الاكس اللي كنعوضوا هنا، هذه كنعوضوا هنا يعطيني صفر. لازم نلقوا الاكس اللي يحقق لي هذو المساواة كاملين. كي تجيك من الشكل هذا اكس زائد بي يساوي صفر، تولي اكس تساوي ناقص بي. وقس على ذلك تعوض بالاعداد، نعطيك الحالة العامة اكس يساوي ناقص بي. دوك نعطيك مثال شامل بعد شامل وافي كامل، فهمتوني؟ عندك اكس تساوي ناقص بي، بعد اكس تساوي ناقص بي على هذه حل المعادله من الشكل هذا اكس زائد بي يساوي صفر، اكس يساوي ناقص بي على جرب عوض هنا، نجرب نعوض هنا. تولي فوا الاكس يجينا ناقص بي على يعني ناقص بي على زائد بي يساوي صفر. الان فوا ناقص بي على تروح مع تقعد ناقص بي زائد بي كم يساوي صفر. هاي تحقق المعادله تاعي. اذا الهدف من حل المعادلات سواء كانت من الدرجه الاولى الثانيه الثالثه هو نلقوا الاكس اللي يحقق لي هذه المساواه. سي بون ليكيب ما كاين والو. الان الحاله الثانيه كي تجي لك من الشكل اكس زائد بي يساوي عباره بالاكس ويساوي عباره بالاكس في زوج من الدرجه الاولى. واش دير؟ تروح تجيب لي زيكس تاعك منا وتجيب الاعداد المعلومه منا. كيفاه؟ هنا مثلا تولي اكس ناقص سي اكس تساوي دي ناقص بي. خذينا البي ديناها منا وليزيكس جبناها منا. من بعد تخرج اكس عامل مشترك وتخرج اكس واش يساوي. خرجوا اكس عامل مشترك كما قريناها قبل. تولي اكس فوا ناقص سي تساوي دي ناقص بي. من بعد تقسم على ناقص سي تولي اكس واش تساوي دي ناقص بي على ناقص سي. وهاك جبتي الاكس واش يساوي. من بعد تقول تهز الاكس هذا وتروح تعوض هنا غتخرج لك تساوي سي اكس بلس دي. ذاتس اول. ما كانش حاجه صعيبه ولا حاجه تخمنها بها. المهم ديما بعد الخدمه كل راح تلقى الاكس، فهمتوني؟ ديما في اخر النتيجه راح تلقى الاكس واش يساوي. الهدف تاعنا انه نوجدوا الاكس. لو نعودها نقولها ونعاودها. الان في الحاله هذه تولي اكس تساوي ستي لو نسيت ما شريتش اليوم. المهم يساوي دي سي ويساوي، والان اكس واش يساوي؟ يساوي دي سي موان بي. والان الاكس واش يساوي؟ يساوي دي سي موان بي اوفر على ذاتس اول. ما كانش حاجه كبيره اللي كيف تخاف منها ولا حاجه. هذه هي كيفاش تحل معادله من الدرجه الاولى. تروح تخدم الخدمه تاعك عادي جدا، تجبد المجاهيل في الجهه الاخرى والمعالم تديها من بعد تخرج الاكس تاعك واش يساوي. ذاتس اول. كي تحب تتحقق تروح ترجع المعادله تاعك وتعوض راح تلقاها نفس الطرف الاخر. ما كاين والو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ليكيب. الان ليكيب ديما نقولها ونعاودكم الهدف تاعنا هو نقول اكس. الان ليكيب مش راح نكثر لك، راح نعوض لك بالاعداد. راح نعطيك مثال طويل خاص تفهم به مباشره فيه جميع هذه الحالات كامل. درك نجيبوه من هنا. شوفوا ليكيب المثال راكم تلقوه في البي دي اف اللي بعثته لكم، فهمتوني؟ البي دي اف الامثله تاعي نجيب فيها ولا التمارين الشامله اللي راهي في البي دي اف اللي بعثته لكم. خيروا مثال مليح ولا نروحوا واش من صفحه، نروحوا المعادلات من الدرجه الاولى صفحه 37. نخيروا التمرين الاول شامل اساسي مليح. تمرين مليح. نخيروا التمرين الثاني ثالث مليح صعب لكن طولنا في الفيديو. لا نخيروا التمرين. شوف نخيروا التمرين الاول. المهم تبدي للبرانسيب. عطاك واش قال لك. شوف التمرين الاول من صفحه 37. راه عندك المثال واش عطاك 2 فوا 3 اكس موان 1 ناقص 5 فوا اكس بلس 2 على 3 بلس 4 اكس ناقص 1 على 6 يساوي 7 موان 2 اكس. مثال طويل عليك. حاولوا فيها ليكيب وحدكم وشوف الاجابه تاعك اسكو صحيحه ولا لا. المهم تبع معايا مثال سهل خلاص او بلا حل راح نحل لك انا. شوف ليكيب اول حاجه ليكيب هذه معادله من الدرجه الاولى لانه لي زيكس اللي عندي كامل اس واحد.
راكم فاهمين؟ اذا كان ليس اكس كامل اس واحد يعني معادله من الدرجه الاولى. كيفاش نحل العباره تاعي هذه؟ اي نفس الخدمه اللي حكيت لكم عليها، نفس واش حكيت لكم في الحالات هنا. اول حاجه اللي كيف نحاول نبسط العباره تاعي، خلينا ننشروا التبسيط، نحاول ننشر واش عندي العبارات اللي عندي هناك شو اللي يخوف. مثلا هنا هذه نحاول ننشرها وهذه نحاول ننشرها باش تحاول تبان شويه. هذه كي تنشر الاثنين هكذا وهكذا تولي استلوات هذا من حاجه تولي 6 اكس موان 2 موان 5 اكس بلس 2 بلس 10 5 اكس. انا خرجنا الموان منا ليكيب تسمى تولي 5 اكس بلس عادي جدا. كون ننشر الناقص تولي زائد هنا، فهمتوني؟ المهم خليناها الموان هنايا ونشرط غير 5، فهمتوني؟ 5 اكس بلس 10 على 3 على 3 بلس المهم فوق المهم بلس 4 اكس موان 1 على 6 واش يساوي؟ يساوي 7 موان 2 اكس زائد 5 على 2. الان ليكيب بسطت العباره تاعي كامله مجموله كامله. الان نشوف هنا المهم لازم نوصل في الاخير الى من الشكل ا اكس زائد بي يساوي عدد يساوي صفر يساوي المهم عدد. باش نحل العباره تاعي نجبد الاكس عادي جدا، نحاول نجمع لي زيكس وحدهم كما قلنا وندير المعالم منه. سي بون. شوف هنا نشوف اللي عندي مشكله مع المقام 3 6 2. وشو المقام المشترك ما بيناتهم عاد؟ هو 6. اذا باش نتخلص من الستة هذه لازم نضرب طرفي المعادله في 6 باش تروح 6 وتروح 3 وتروح 2. تبع معايا لكم تشوف كي نضرب طرفي المعادله هنا منا في 6. شوف باش نكونوا متفاهمين، شوف مهما شوف كي تجي تضرب ما تضربش طرف واحد في 6، تضرب طرفي المعادله في 6 باش تبقى المساواة صحيح، فهمتوني ولا لا؟ كنت تضرب طرف واحد في 6 تولي المساواة غلطه، فهمتوني؟ الان تبع معايا. شوف ضربنا في 6، كي تضرب هنا في 6 تولي لك هذه 6 فوا 6 اكس تولي 36 اكس 36 اكس موان 12 موان كي تضرب هذه كي تضرب المقام هذا في 6 وش هي اخي 3 فوا 2. العباره هذه كامله نضربها في 6. المهم 6 وش هي 3 فوا 2 تسمى تروح 3 مع 3 تقعد غير 2 تولي موان 2 فوا 5 اكس يعني ناقص 10 اكس. راح ننشر ديريكتومون هيك ناقص 10 اكس موان 2 فوا 10 تولي ناقص 20. الان 6 فوا 6 تروح 6 مع 6 تقعد غير 4 اكس ناقص 1 تولي زائد 4 اكس ناقص 1 تساوي. هنا ضربنا في 6 فوا 7 كم يساوي؟ 6 فوا 7 يساوي 42 لا 6 فوا 7 42 6 فوا 7 42. من بعد ليكيب تضرب ناقص 2 اكس زائد 5. هنا شوف 6 فوا 2 6 وش هي اخي 3 فوا 2 كما قلنا تروح 2 مع 2 تقعد غير 3 تسمى 3 فوا 2 ناقص 2 اكس واش تقعد؟ ديما يا اخي قلنا ننشروا الصح ننشروا كيما نشرنا هنا كيما نشرنا تنشر تم من بعد. هنا واش تولي تقعد غير 3 يا اخي لا تولي ناقص 3 فوا 2 اكس واش تساوي ناقص 6 اكس ناقص 6 اكس. هنا ناقص 3 فوا 5 واش تساوي ناقص 15. الان ليكيب خرجت لي عباره سهله جدا ما فيها والو. خرجوا لي لي زيكس خرجت لي هنا بلي زيكس وهنا بلي زيكس. الان ليكيب واش نحاول نجبد لي زيكس تاعي منا ونجبد المعلومين منا وعادي جدا نحسب عادي جدا. شوف تبع معايا باش تفهم مليح. الان عندك 36 اكس وتنقص منها 10 اكس تقعد 26 اكس 26 اكس وتزيد لها 4 اكس كان يساوي 30 اكس يساوي 30 اكس. هاو يمشي هذا ناقص 12 وناقص 20 تروح تديها هكذا وتجيب الناقص 6 اكس وتجيبها هنا. ناقص 6 كي تحولها للطرف الاخر تولي زائد 6 اكس واش تساوي؟ تدي ناقص 12 تديها هكا تولي زائد 12
بلس 42 زائد 20 موان 15. 30 اكس وزيد لها 6 اكس تولي 36 اكس واش تساوي 12 وزيد لها 42 تولي 54. 54 وزيد لها 20 تولي 74. 74 وتنقص منها 15 تولي 74. 64 ونقص 5 تولي 59 تساوي 59. اكس واش يساوي؟ يساوي 59 على 36. ذاتس اول. ها خرجت لنا العباره من شكل اكس يساوي ما ديكش هذا الاكس عادي جدا ما كاين والو. المهم الخدمه تاعنا كل هاي مهما تكبر العباره تبسطها وتنشرها وبيان تخرج في الاخر اكس. الان ليكيب هذا مثال شامل على في حاله عباره في حاله معادله من الدرجه الاولى. الان ليكيب نروح المعادله من الدرجه الثانيه واللي هي لب الدرس. معادلات من الدرجه الثانيه هي اللي ديما تجي لك وتسحقها يا اخي كما قريتوا الاشتقاق تسحقها في الاشتقاق في النشر في التبسيط في حل المعادلات في النهايات تجيك قدر حتى تجيك دال. المهم الان هذا فهمتوا من معادلات من الدرجه الاولى نروح المعادلات من الدرجه الثانيه. الان يا الشبيبه نكملوا مع المعادلات من الدرجه الثانيه. اول حاجه ليكيب واش معناتها معادله من الدرجه الثانيه؟ كما قلت لك معادله من الدرجه الثالثه الرابعه الخامسه واش معناتها؟ انه اشاره انه اكبر اس عندي ولا اكبر قوه هي 2. يعني معادله من الدرجه الثانيه حاجات من الشكل هذا ا اكس مربع بلس بي اكس بلس سي يساوي 0. تبع معايا وركز ركز ركز معايا مليح مليح لان المعادله من الدرجه الثانيه على بالي بها قريتوها من قبل ولكن انا نشرح لك شو ما قريتيهاش خلاص. ولكن تبع معايا بيان باش كي تجي لك نهار الباك ولا اني راح تجيك 100% ترى كيفاش تحل. شوف كي تشوف معادله من الدرجه الثانيه لكيف مش راح نتبعوا الطريقه اللي لقيناها في المعادله من الدرجه الاولى للحل. قلت لك كل معادله من درجه جديده عندها طريقه حل جديده. كما المعادله من الدرجه الثانيه عندنا طريقه جديده راح نطرقوا الى مفهوم جديد واللي هو مميز دلتا. مميز دلتا هذا واش يساوي؟ دلتا هذا يساوي بي مربع موان 4 اسي ناقص 4 اسي. الدلتا هذا كي تخرجوا راح تخرج به الحلول تاعك لي زيكس. سا ديبون قادر تخرج اكس 1 قادر تخرج زوج حلول قادر تخرج حل مضاعف قادر ما تخرج حلول. انت والدلتا اللي واش خرج لك دلتا فهمتوني؟ عندك 3 بوسيبيليتي حسب الدلتا كيفاش حسبتيه. سي بون عندك في حالة دلتا أكبر من الصفر في حالة دلتا يساوي الصفر في حالة دلتا أقل من الصفر. في حالة دلتا أكبر من الصفر راح يكونوا عندك حلين حقيقيين مختلفان x1 و x2. x1 لا يساوي x2 حيث x1 x2 ينتمي إلى R. راكم فاهمين؟ تولي ثنائية هكذا. المهم x1 يساوي x2 ينتمي إلى R. راكم فاهمين؟ ومختلفين ولازم يكون واحد أكبر من الآخر. هذه بيان سير كانوا مختلفين يعني واحد أكبر من الآخر. الآن دلتا أكبر من الصفر خرج لك دلتا. حسبنا الدلتا تاعنا وشو باش نكونوا متفاهمين. شفت لي بي مربع وناقص 4 اسي البي والا والسي تجبدهم بهم بالاشاره تاعهم سواء سالبه ولا موجبه. نعطيك اكزامبل باش ما تفهمنيش باش تفهمني. قلت لك باش ما تفهمني ناقص 5 اكس مربع زائد 6 اكس ناقص 3 يساوي صفر. الا واش يساوي ناقص 5 البي يساوي 6 البي يساوي 6 والسي يساوي ناقص 3. نهزو به بالاشاره تاعو باش نكونوا متفاهمين. سي بون. الان في حاله دلتا خرج لي اكبر من الصفر نروح نحسب الدلتا تاعي خرج لي اكبر من الصفر. الان كيفاه نجبد الاكس 1 والاكس 2 تاعي؟ نجبدهم بواسطه الدلتا. اكس 1 الاول والاكس 2 واش يساوي كل واحد عنده قانون تاعهم. تحبوا كان تحوسوا على البرهان تاعو. شوف يجيب لي البرهان تاع الاكس 1 والاكس 2 نعطيه عنده من عندي هديه يبعثوا لي في الميساج في التليجرام. اذا تفرجت الفيديو وصلت الاكس 1 والاكس 2 وتشوف البرهان تاعهم كيفاه تاع القوانين هذو دوك نقول لك. اصبر. القانون تاع الاكس 1 واش هو؟ القانون تاع الاكس 1 هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا. اكس 2 هو ناقص بي بلس جذر دلتا على 2 ا كيف. شوف لي كيف تجبد لي البرهان تاع الاكس 1 والاكس 2 وتكون فاهمه بيان وتبعثوا لي ومتريزي وفاهمه. عندك من عندي هديه
كادو بيان، راح يفرح، يعمل باك يعاونك خلاص. شوف هاي اكس 1 واكس 2 وش يساوي؟ في حالة دلتا أكبر من الصفر. الآن في حالة دلتا يساوي الصفر، أنت أوتوماتيكمون عندك في حالة دلتا أكبر من الصفر، في حالة دلتا يساوي الصفر عوض هنا. كتعوض في الدلتا يساوي الصفر هنا ودلتا يساوي الصفر، راح تروح هذه بزيرو، تروح هذه بزيرو، شو يقعد ناقص اكس 1 شو يساوي؟ ناقص بي على 2 1، اكس 2 شو يساوي؟ ناقص بي على 2 1، راك فاهم؟ إذا اكس 1 يساوي اكس 2، إذا يوجد حل مضاعف. ويوجد حل مضاعف في حالة دلتا يساوي صفر. في حالة دلتا يساوي صفر حال مضاعف اكس 0 نسموه احنا. اكس 0 وش يساوي هذا؟ يساوي ناقص بي على 2 فقط. إذا الأس تاعنا وش تساوي؟ تساوي اكس 1 اكس 2 مجموعة الحلول اللي هي الأس، وهنا الأس تاعي لا سوليسيون هي يقولوا لها. لي سوليسيون تاعي هنا يساوي اكس 0 حل مضاعف، وفي حالة دلتا أقل من الصفر لا يوجد حلول. فاي لا يوجد حلول، مستحيلة. اس هنايا فاي لا يوجد حلول. ليكيب الآن أتفهمكم هذا وش تخص في المعادلات من الدرجة الثانية. هذا وش يخص ليكيب الآن. نعطيك مثال باش يعني تتضح فيه الأمور وتفهموا مليح مليح. شوفوا ليكيب قبل ما نروح للمثال، قبل ما نروح للمثال نمسحوا هذه التحفة. واش نقول لكم حاجة مليحة مليح مليح. شوفوا ليكيب يا أخي طرقنا إن إحنا إلى مفهوم اللي هو مفهوم التحليل يا أخي ولا لا؟ شفتي كي تلقى الدلتا تاعي اكبر من الصفر قادر يجي لك سؤال ويقول لك حلل، يعطيك العباره نفسها مثلا ا اكس مربع. راكم فاهمين اللي كيف؟ هذيك من الشيء يا اخي حليت انت ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي يا اخي، ويقول لك حل المعادله تاعي في ا. جبد الحلول تاعي، لقيتي انت دلتا اكبر من الصفر ولقيتي اكس 1 اكس 2، راك فاهم؟ لقيتي الحلول تاعي هما اكس 1 اكس 2. راكم فاهمين؟ لقيتي الحلول تاعك هما اكس 1 واكس 2. يجيلك سؤال مراه يقول لك حلل العباره هذه الى جداء عوامل اوليه. كيفاش تحولها؟ تزدي اكس 1 كما هذه واش تساوي؟ تساوي ا فوا اكس ناقص اكس 1 فوا اكس ناقص اكس 2. ذاتس اول. كيف كشغل كي تجبد الحلول تاعك راح يجيك سؤال يقول لك حلل العباره هذه. كي تحللها تكتبها من الشكل. وش قلنا ليكيب؟ قلنا يخرج لك يعني دلتا اكبر من الصفر، راح يجي لك سؤال بعد هذا السؤال يقول لك حلل العباره هذه الى جداء عوامل اوليه. تروح انت وش دير؟ تروح تحكم الآ اللي عندك تاع العباره هذه وتحطه هنا، تضربه فوا اكس ناقص الحل الاول فوا اكس ناقص الحل الثاني. هذا هو التحليل تاعك فقط. وفي حاله دلتا يساوي الصفر خرج لك حل مضاعف. سموه شنو تاع مضاعف؟ اس 2. واش راح دير؟ تولي في حاله هذه في حاله دلتا اكبر من الصفر. في حالة دلتا يساوي الصفر تولي ا فوا اكس ناقص اكس صفر لكل مربع. هذا حل مضاعف. قرديوها عندكم هذه اللي كيف نعطيك مثال دوك تفهم كلش واش كاين واش ما كانش. ليتس جو. نديو مثال خفيف باش تفهموا واش كاين واش ما كانش. نديو مثال من المجلة، ديما من المجلة جماعة، المجلة فيها كلش. روحوا للصفحة كيف روحوا للصفحة تكون بالمثال. الصفحة 45. الصفحة لا الصفحة 42. الصفحة 42 نحلوا التمرين الأول. ديما التمرين الأول برك نحلوا الحالة الثانية. الحالة الثانية بين فيها كلش. الحالة الثانية واش قال لك؟ عندك اكس مربع موان 6 اكس زائد 9 يساوي الصفر. وش معناتها؟ قال لك حل العبارة تاعي هذه. نحلها، نروح نحسب الدلتا تاعي. هذا الأ هذا البي هذا السي. دلتا وش يساوي؟ بي مربع سما ناقص 6 مربع ناقص 4 فوا أ اللي هو الواحد فوا سي اللي هي 9. راكم فاهمين؟ وش يساوي؟ يساوي 36. شوف هزيت نبيه بالإشارة تاعها. 36 ناقص 4 في 9. 4 في 9 كم يساوي؟ يساوي 4 في 9 36 ناقص 36. 36 ناقص 30 يساوي 0. الدلتا تاعي كم يساوي؟ الدلتا يساوي 0. كي عاد دلتا يساوي 0
دركا باش ما نقولش معاك كانش حلول، كاينه حلول. دلتا يساوي صفر، يوجد حل مضاعف، يوجد حل مضاعف، حل مضاعف، حل مضاعف اكس زيرو. راكم فاهمين؟ اكس زيرو هذا كيفاش نحلو؟ اكس زيرو يساوي ناقص بي على 2 ا. كما قلنا يخرج لنا حل مضاعف. الان ليكيب اكس زيرو شو يساوي؟ ناقص بي على 2 ا. عندك تروح تجبد البي كالعاده، تجبدو من العباره تاعك، وتجبد الا تاعك تجبدو من العباره. اكس زيرو شو يساوي؟ اذا واش يساوي؟ البي عندي شو يساوي؟ ناقص 6 تولي ناقص فوا ناقص 6. ديما دير الاقواس باش ما تغلطش في الاشاره، تغلط في الاشاره راح كلش. على 2 ا، الأ كم يساوي 1 على 2 فوا 1 2. واش تساوي؟ الناقص في الناقص كم يساوي؟ زائد 6 زائد 6 على 2 كم يساوي؟ يساوي 6 على 2 كم يساوي؟ يساوي 3. الآن اكس زيرو شو يساوي؟ يساوي 3، ومنه يوجد حل مضاعف العبارة تاعي اللي هو حل مضاعف اكس زيرو يساوي 3. الآن واش قلنا؟ قضيتوا السؤال هذاك اللي قلت لكم عليه قبل، يقول لك حل العبارة، قادر يجيب لك العبارة تاعك ويقول لك جبد الحل تاعك، بعدين يقول لك حل العبارة إلى جداء عوامل أولية. خرج الاكس زيرو واش يساوي؟ الآن كي تحل العبارة تاعك هذه كيفاه؟ قاردي عندك اكس زيرو يساوي 3، اكس زيرو يساوي 3. راكم فاهمين؟ اكس زيرو يساوي 3. كي تحللها واش تساوي؟ تجبد واش قلنا نحن؟ ا فوا في حالة دلتا يساوي صفر، هذه تولي ا فوا اكس ناقص اكس زيرو الكل مربع. كي عند ا فوا اكس ناقص اكس زيرو، الا كم يساوي هنا؟ 1 تولي 1 فوا الاكس ناقص الاكس زيرو، الاكس زيرو شو يساوي؟ 3. اذا اكس ناقص 3 الكل مربع. راكم فاهمين؟ ومنه تحيء الى جداء عوامل اوليه هو اكس ناقص 3 الكل مربع. جرب نشرها لي كذا تخرج نفسها، ننشروها كان مشكل فاهمين. تولي اكس مربع هذه معادله من الدرجه الثانيه، ربي متطابقه شهيره، متطابقه شهيره دوزيام. ا مربع ناقص زائد بي مربع ناقص 2 ا بي، ا مربع زائد بي مربع اللي هو زايد 9 ناقص 2 ا بي، 2 فوا 3 فوا اكس، يعني 2 فوا 3 6 ناقص 6 اكس. كي تعاود نرتبوها تولي اكس مربع ناقص 6 اكس زائد 9. وهاي نفسها اللي كي نفسها ولا لا؟ نفسها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اللي كيف تحبوا نديروا مثال اخر، المهم كاين الامثله غير هي اللي كيف في المجله تاعنا. حاولوا فيه معهم 3 تمارين، كل تمرين فيه مثال، كل تمرين فيه حال. مثلا اللي كيف نحاول نشرح لكم بك اللقطه الاخرى. في حال مثلا نقولوا خرج لنا حلول، مثلا خرج لي اكس ا مثال ماشي الحلول تاعك، اكس ا مثلا نقولوا يساوي 3 واكس 2 يساوي 4. عبالك كيفاش ديرها درك؟ تولي ا عادي جدا، وهنا يخرج لي نقولوا خرج لي دلتا اكبر، تسمى دلتا اكبر من الصفر. كي يخرج لك زوج حلول دلتا اكبر من الصفر تولي اكس فوا اكس ناقص ا فوا اكس ناقص اكس 2، وتولي 1 فوا الاكس ناقص 3 فوا اكس ناقص 4. برك مثال برك حبيت باش نشرح لك لان المثال مراه نفس اللقطه هذه برك. المهم اللي كيف كاين الامثله وكاين التمارين غير هما. ما تفهمش مثال ولا ما تفهمش تمرين، بعث لي ميساج في التليجرام. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي كيف. والفيديو القادم سوف يكون على المتراجحات.